عندي واحد من ربعي والله يا ابو مشاري مسكين ضام 5000 ريال عماني، والله يا ابو مشاري ها كلامه هو، والله 5000 ريال، والصبح اليوم الصبح في البنك وينام يتبيسوا عنده. قول بالله والله العظيم جالس في الدوام اللي بعدها ما منا احنا اللي يصير ويعرفوا وتقنيه وما تقنيه، يعني واحد يعني كيف يشلن عنه؟ هذا المهم اتصل لي واحد من هذا من رقم عمان، رقم عماني يا جوال، كان يقول لي يا اخي فلان فلان، قال لي نعم، قال لي والله انت من زمان ما راجعتنا البنك بغى نحدثك بيانات وكذي، قال لي انا والله ما كذا ما اعرف هذا، قال لي تراجعون الفرع ولا نخلصك بالتليفون، قال لي انا بالتليفون انا ما مداوم تو. زين عطنا رقم بطاقتك وكان يعطيهم، قال لي رقم الحساب يعطيهم، ويعد اليوم قال مع رقم في ورا ثلاثي من قلب بطاقه ويقلب، يقول يا اخي رقمته، يقول طلعوا رقم عمان، وباور ما طلعات يعني ما في الامور، المهم من الشريعه ويلقفهم كامل ويسحبوا عليه، تم سحب 5000 ريال من حسابك. قول بالله والله العظيم تو هو شافه كذا قال بعد ما مخلي بباله، يعني قال يمكن يزيدون يمكن يحذفون فلوس. يوم يقول ساعه ساعتين يقول ماشي، ادخل على البرنامج يقول بعد ما اعرف اخلي اللح هذاك ود مطر، يقول يدق لي يقول ماشي حسابك صفر، ما حطوا لي شيء طول وينعش وياني انا، قالوا لي يا اخي وين هذا دائره التحريات خبروه عاد ليش دائره التحريات؟ قال دائره التحريات والمدنيه ما اقدر يسحر، اقول له هناك ودوا القياده على الشارع. قلت له خبرني وش سالفتك؟ قال يا اخي يعني كذا رقم، وكان يقول اناوله كل الارقام السريه وكذا، يقولوا كان ينتفون دوري روحنا عليه 5000 روحنا عنه. قلت له الكلام متى؟ يعني اليوم؟ قال لي بالصراحه هذا الكلام قبل 3 ايام. زين وش سوى ردوهن؟ ما وش يردوا؟ شالني عنه هذا مال اللي سرقوا الفلوس هذا ينهبوا ما ادري كيف. وتو قلت لي يا ريان الناس مخبرينك من يوم خلق الدنيا، ابو يفهموا، قال انا ما يعبالي ورقم عمان. المهم يوم هذا طال عمرك صار بلغ قدم بلاغ هنا في الشرطه في التحريات ما اندويت، المهم كان يدقوا لي بعد 3 ايام مره ثانيه. من دقوا لي الشرطه؟ لا هم زين دقوا لي هم من بعد، بس خلاص في السبت شافوه عيل بعد واحد عيل اكثر كذا لقفهم كل شيء ومدون له هذا، قال لي يا اخي الاخ فلان، قال لي نعم، عاد يقول شفت الرقم؟ يقول له حسبتها التحريات البنك. زين قال لي فلان الفلاني، قال لي نعم، قال لي انت مراجعنا بخصوص شكوى قبل 3 ايام يومين حسب شال عنك فلوس. ايوه قال نعم طال عمرك، وعايق فرحت لي. قال لي يا ابوي الفلوس رديناهن وبنرجعهم في حسابك، ولكن حسابك مهكر وما راح ندخل فيه فلوس، اذا دخلنا فلوس خاف يسحبوه لانه مهكر. عطنا رقم ثاني، قال سوي اعطيكم رقم زوجتي يطلع. وقال لي حرمت ظني ما ادري وش بس التقاء مال هذا مال المعاقين ما ادري وش ناس اللي 175. قال لي محوش بعطيكم مال الحرمه، يسحب بطاقته، قال 6 7 8 مو مناوله، قال الرقم هذا الرقم على هذا ايوه الكارت مال البنك ويناولهم كام، قال لي ورا وكان يعطيه. قلت تم سحب 185 ريال. عشان بطاقه الحرمه ايه شلوا 5000 وبعد يومين راح عشان شكوى ويسحبوا مال الحرمه 185 مسكين مال الحجاجات خاصه. لا خلى